فيديو لمحامي يتبول داخل مستعجلات مستشفى محمد السادس بمراكش، ومصدر مقرب يكشف تفاصيل مثيرة وإلى التفاصيل. بعد تداول كبير لفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر شخصا قيل أنه محامي وهو يتبول داخل مصلحة للمستعجلات بمستشفى محمد السادس بمراكش، حيث جاء في التعليق المرفق بالفيديو كذلك أنه كان في حالة سكر وأنه عاث فوضى في أوساط ممرضة المصلحة. وقد قدمت مصادر مقربة من المعني بالأمر بعض التفاصيل حول الواقعة المثيرة للجدل. ففي اتصال هاتفي بموقع أخبارنا أكدت المصادر أن الفيديو يعود للمحامي المذكور فعلا، لكنها أوضحت بالمقابل أن الشريط المروج تضمن مغالطة الغرض من الإساءة إليه، مضيفة أن المعني بالأمر كان ضحية عملية احتجاز من طرف عناصر للأمن الخاص سيكوريتي بالمصلحة بعد حلوله بها لتلقي العلاجات كباقي المواطنين. وفي ظل غياب الطاقم الطبي لساعات وجد المعني بالأمر نفسه مضطرا للاحتجاج بقوة على هذه الوضعية الكارثية بالمستعجلات، مؤكدة أنه ظل على ذاك الحال ل4 ساعات مع حرمانه من هاتفه النقال، حيث أخذه رجال السيكوريتي لمنعه من الاتصال بالشرطة. وقال المصدر أيضا أن دورية للشرطة قامت بتحرير المحامي من الاحتجاز في حدود 10 صباحا، وهو ما تثبته الوقائع مدونة في محضر رسمي ومعززة بوثائق رسمية. وقد تم تقديم شكاية في الموضوع للنيابة العامة، تم على إثرها اعتقال عناصر الأمن الخاص سيكوريتي المسؤولين عن هذه الأفعال بالمستعجلات، تؤكد مصادر أخبارنا المغربية. ذات المصادر نفت بالمقابل ما يروج عن كون بطل الفيديو كان في وضعية سكر طافح، مؤكدة بالمقابل أن المعني بالأمر وأمام وضعه الصحي وطول ساعات احتجازه اضطر لقضاء حاجته الحيوية بالمستعجلات حيث كان محتجزا، وهو أمر أدلى به ولم ينفيه خلال الاستماع له في محضر الاستماع من طرف رجال الأمن الوطني.